عايزة كيكة برتقان أصلية وقوامها مظبوط؟ تابع معايا الفيديو ده. هنعملها بخطوات بسيطة جدا والنتيجة هتطلع معاكي خيال. ياريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى بينا كده نبدأ بالمكونات على طول. أول حاجة بقى عندي أنا هشتغل بنفس الكوباية دي، هي 200 ملي. هجيب البولة بتاعتي وهنزل عليها بكوبايتين من السكر، وعليهم كوبايتين من عصير البرتقان. انا هنا عصرته وصفيته كويس جدا. هنزل عليهم بقى ببيضتين، وبعدين هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت. اهم حاجه الزيت بتاعي يكون زيت نضيف جدا عشان بس ما يعملش ريحه في الكيكه. هنزل عليهم بقى معلقه من السمنه، وبعدين هضربهم كده في الخلاط. هجيب بقى بوله وهنزل بالخليط بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط، وهنزل بقى عليه بحوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق. بس انا هنا هنزل بالدقيق تدريجي، يعني هنزل بكوبايه كوبايه كده. اول حاجه هنزل باول كوبايتين وبعدين هبدا ان انا اقلب. اهم حاجه طبعا قبل ما نبدا ان احنا نعمل الكيكه لازم نشغل الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره، وبعدين اول ما نيجي ندخل الكيكه بتاعتنا هنخليه على درجه حراره 200. اهم حاجه لازم الفرن يكون سخن جدا. هبدا بقى كده ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الدقيق بتاعي يختفي، وانا اقلب في اتجاه واحد. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى ان انا انزل عليها بكيس من البيكنج باودر واقلبه برضو لحد ما يختفي معايا. هنزل عليه بقى بتالت كوبايه من الدقيق، طبعا لازم ان انا انخله برضو. انا بنخل الدقيق هنا بس عشان خاطر لو في اي تكتلات ما تنزلش معايا. تمام هبدا ان انا اقلبه بقى كده كويس برضو لحد ما الدقيق يختفي معايا. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا انا لقيت لسه العجينه سايله معايا، فطبعا هتحتاج دقيق تاني. هجيب نص كوبايه كمان من الدقيق، بس مش هنزل بيها كلها، يعني هنزل كده بشويه وهسيب شويه صغيرين. هسيب معلقه، يعني حوالي معلقه كبيره كده على جنب. هقلب، لو لقيت ان الخليط بتاعي محتاج دقيق تاني هحط دقيق تاني عادي، يعني معلقه بمعلقه بقى. يعني بعد المرحله دي ان احنا بنبدا ان احنا نحطه تدريجي. هنا برضو لقيت العجينه لسه خفيفه خالص اهي. هنزل بقى بالدقيق الفاضل معايا، هقلبه برضو كده كويس. اهم حاجه كل مره بنقلب فيها الدقيق اللي بنحطه لازم يختفي كله الاول، وبعدين نكمل لو احنا احتاجنا. برضو لسه العجينه برضو معايا سايله خالص. هنزل برضو عليها كمان بمعلقه من الدقيق كبيره، معلقه كبيره. هبدا بقى ان انا اقلبها كده لحد ما تختفي معايا. لو لقيت ان خلاص بقت كويسه معايا خلاص تمام. لسه برضو خفيفه او سايله، يعني برضو هزود دقيق تاني. شايفين بقت عامله ازاي؟ اهم حاجه واحنا العجينه بتنزل معانا بتنزل وبتختفي كده براحتها، يعني مش بتختفي بسرعه. اول ما تكون بتختفي براحتها خالص كده نعرف خلاص ان هي كده بقت خلاص تمام جدا. لكن لو بنشيل العجينه وبتنزل معانا بسرعه ده لا، يبقى كده احنا لسه محتاجين ايه؟ دقيق. هنزل بقى عليها بمعلقه كده من قشر البرتقان، اللي هو بشر البرتقان يعني. بيتعامل ازاي؟ ان انا بجيب القشر بتاع البرتقان وببشره بالمبشره، بس اهم حاجه مبشرش الابيض اللي فيه، يعني ببشر اللي هو اللون البرتقاني اللي فيه بس، ما ينفعش ابشر الابيض خالص. كده خلاص تكون خلصت معايا. هجيب بقى صينيه بتاعتي، هبدا ان انا ادهنها بالسمنه، وبرده يا ريت السمنه تكون سمنه بلدي. هدهنها بالسمنه كده كويس ومن الجوانب بتاعتها برضو، وبعدين هبطنها بقى بالدقيق، معلقه كده من الدقيق. افضل بقى ان انا اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لو اتفضل معاكم دقيق زياده بتعملوها في الحوض كده بتاع المطبخ. خلاص كده بقت تمام. هبدا بقى ان انا انزل عليها بالخليط بتاعي. واهم خطوه بقى عندي ان انا اعمل الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بعملها ازاي؟ عشان تخرج كل الهواء اللي فيها. وخلاص كده هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200، الرف الاوسط. هتستوي بقى من تحت، وبعدين هولع عليها الشوايه يدوب تاخد وش كده وتكون خلاص استوت معايا. شايفين هو ده السمك بتاعها اهوت.
وده كده شكلها بعد ما استوت معايا. مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت يعني تجنن، ريحتها كانت ماليه البيت، ريحه البرتقال كانت خطيره، تحفه جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا كده بقى نقطعها مع بعض. هي طبعا هنا لسه سخنه جدا، شايفين عشان هي لسه سخنه فهي يعني اتقطعت معايا. بصوا شكلها عامل ازاي، شايفين هشه ازاي، تحفه تحفه يا جماعه والله بجد، يعني لازم تجربوها. شايفين السوا بتاعها من تحت عامل ازاي، اسفنجيه جدا، شايفين خطيره. شايفين شكلها عامل ازاي، هشه جدا، عامله كده زي كيكه التوينكس بالظبط. بصوا شكلها تحفه. يلا كده بقى ندوها مع بعض. الطعم يجنن، مظبوطه جدا، السكر بتاعها مظبوط وكل حاجه فيها مظبوطه. بألف هنا عليكم.